صباح الخير، صباح الهنا، صباح السعادة. النهاردة هنعمل فطار غير تقليدي، بجد طعمه حلو جدا وبيشهي. هننزل في بولة بحوالي 60 جرام من الجبنة، إذا كان جبنة قريش أو جبنة فيتا أو جبنة براميلي. هننزل عليها بواحدة من البين وهنقلبهم كويس جدا. أهم حاجة ما يكونش فيه تكتلات. بعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من البقدونس المتقطع ناعم. نبدأ ننزل بكوباية من الحليب الدافي، رشة من الملح، حوالي ربع معلقة من الملح. نبدأ نقلب الخليط كويس جدا، وبعدين هننزل بحوالي كوبايتين ونص من الدقيق. هننزل بكوبايتين الأول وهنسيب النص في الآخر. بعدين ننزل كمان بمعلقة من البيكنج باودر ومعلقة من الخل. نبدأ نقلب المكونات كويس جدا ونبدأ نعجنها. احنا بنعجنها ممكن تكون بتلزق في ايدينا. ننزل بنص كوبايه من الدقيق واحده واحده لو احتاجنا. وبعدين لما نخلص نبدا نسيبها ترتاح لمده 10 دقايق علشان نقدر نفردها. بعد 10 دقايق لما ارتاحت نبدا نفردها. طبعا هننزل عليها برشه من الدقيق، وهننزل بالعجينه برضو فوقيها برشه من الدقيق. وبعد كده هنفردها بالنشابه. وبعدين اهم حاجه ان السمك بتاعها ولا يكون تخين ولا يكون رفيع. انا عايزاها سمكها يعني ما يكونش يعني حوالي 2 سنتي بالكتير او اقل كمان. بعد كده هنقطعها اذا كان قطع كبيره او صغيره. ننزل عليها في الزيت، ويكون زيت يكون سخن. اهم حاجه اللي هي ما بتاخدش وقت، يعني حوالي دقيقه. وبعد كده هنقلبها على الجهه التانية. هتطلع بصوا طلع هشة جدا. وفعلا هي من العجينة القطنية الناجحة جدا. ان شاء الله هتعجبكم بجد. احلى وصفة ممكن نعملها للفطار او ممكن للاولاد وهم رايحين المدرسة. بجد طعمها حلو جدا. البقدونس فيه قيمة غذائية عالية، العجينة فيها لبن فيها بيض، يعني هنعملها واحنا مطمنين لأولادنا. الكوبايتين ونص من الدقيق عملوا لي كمية كبيرة، بجد طلع هشة وقطنية. وألف هنا وشفا على قلبكم، وأشوفكم في وصفة تانية. مع السلامة.